السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة: ايه أحسن طريقة تجوز بيها جوز حمام حتى لو هم مش عايزين يتجوزوا؟ يعني مثلا أنا عندي، هدي لك مثال على النتاية دي. النتاية دي أهو زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله، تشوفها من هنا. نتاية تاكسن مستوى محترم من الحمام اللي كان جاي لي الاستيراد من الكويت السنة دي، يعني أخيرا. لسه شابة ومخلصة ريش، يا دوبك هي خلصت ريش ومش عايزة تتجوز الذكر التاكسن الأصفر اللي جاي معاها. طبعا حضراتكم كانوا عارفين أو في ناس لسه ما تعرفش إن الحمام التاكسن النتاية لها لون. النتاية بتكون بلون الغامق والذكر بيكون باللون الفاتح. يعني مثلا مثال بالأحمر ده، لازم تكون الأنثى هي الأحمر والذكر يكون أصفر. هنشوف كده برضو الذكر اهو، شايفين حضراتكم الفرق؟ هو ده اللي يبقى التاكسن الاحمر. تمام. لسه اول مره نتكلم عن التاكسن ومواصفات التاكسن. طبعا في الوان بتميز الذكور والوان بتميز الاناث، دي الميزه في الحمام التاكسن، مش موجوده في اي حمام تاني. الذكر بيكون معروف والنتايه بتكون معروفه من حتى وهم لسه زغاليل. تمام. لكن انا جبت الوان الاحمر والاصفر لان دول الانواع يعني يعتبر النادره شويه والعزيزه شويه على الناس. ده اللي انا جبتهم، لكن في الوان كتير يعني. لكن كل الالوان فيها النتايه بتكون غامقه عن الذكر بتاعها. طبعا لها كتالوج ولها صور، احاول اشوف لك الصوره دي احطها لك، صور الذكور وصور الاناث. نرجع لموضوعنا اللي هو النتايه اللي مش عايزه تتجوز. النتايه دي مش عايزه تتجوز الذكر بتاعها ده، لدرجه ان انا سيبتهم، قلت عشان يتجوزهم في عشه الشباب. راحت اتجوزت ذكر زاجل وهي مش عايزه تتجوز الذكر ده. ففي طريقه احنا عارفينها من زمان، نرجع لورا شويه كده. الطريقه اللي احنا عارفينها من زمان ان احنا لما تكون نتايه مش عايزه تتجوز ذكر زي كده، نعزلها في سلاكه لوحدها والذكر في السلاكه الثانيه اللي جنبها كده، زي ما حضراتكم شايفين اهو. ده في سلاكه ودي في سلاكه اهو، الفاصل بين السلاكتين اهو. دي سلاكه ودي سلاكه، ربما تكون مش واضحه لحضراتكم. تمام. بحيث ان هما الاثنين يشوفوا بعض. ولما نشوف النتايه بتزوف على الذكر، طبعا الذكر بيقعد هنا في الطاجن، حاطين له طاجن، مش حاطين للنتايه طاجن. تمام. لحد ما نشوف الذكر بيزوم كده وقاعد لها في الطاجن، والنتايه بنتلاقي النتايه اتشحطت وتجري عليه، بتبقى النتايه زايفه. انا شفت المنظر ده من شويه، حسيت ان النتايه زايفه، فدلوقتي هحاول ان انا احطها للذكر اجرب. هو انا حابسهم كده كل واحد لوحده بقالهم 3 ايام. 3 ايام مش كتير يعني، كل حاله وليها ايه ظروفها. ممكن تقعد 3 ايام معاك، ممكن تقعد 4، ممكن تقعد اسبوع، ممكن تقعد اسبوعين، على حسب ما النتايه تبقى زايفه. والذكر كمان ممكن يتجوزوا بعض وهم عن بعد كده، يعني يحبوا بعض مثلا، مش جواز يعني، يحبوا بعض كده، حب البلكونات يعني. تمام. هو كده. وبعد كده لما خلاص حبوا بعض وعشقوا بعض خلاص، نبدأ ندخل النتاية للذكر. اوعى تعمل العكس، لان لو انا دلوقتي خدت الذكر دخلته للنتاية تضربه وتديله علقة موت. لكن الصح ان نحط النتاية للذكر. تمام. طيب هنحاول نجرب دلوقتي مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. إيه لو اتجوزهم على طول وما حصلش المعركة اللي كنا بنشوفها قبل كده. قبل كده كانوا بيضربوا بعض وبيقطعوا بعض ضرب، خلاص، لدرجة ان الذكر كان بيعور النتاية. تمام. لكن هنشوف دلوقتي لو الدنيا هادية ومستقرة وخدوا بعض، يبقى التجربة نجحت والحمد لله. يبقى دي هتكون اسهل طريقة تجوز بيها جوز حمام حتى لو هم مش عايزين يتجوزوا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي النتاية زي ما قلت لك، ما تنساش النتاية اللي ناخدها نحطها للذكر. تمام اهو. بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. نشوف كده. بسم الله ما شاء الله، النتايه بتلف حوالين نفسها اهو للذكر. ما عادش المعارك اللي بنشوفها الاول، لكن برضه ما تنخدعش، لازم نشوف التجربه للنهايه. نشوف برضه النتايه هتعمل ايه، هتضربه ولا هتتقبله. طالما ان هي بدات كده تزوم برضه شحطت، يبقى لسه في امل ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين النتايه هاديه بتزوف على الذكر. فعلا انا تعبت معاهم، لكن مش هينفع غير الطريقه دي، ان شاء الله هتنفع الطريقه دي. احنا مع بعض كده دقيقه ولا حاجه اما نشوف.
لكن شكلها كده ايه خلاص رضت بالذكر خلاص. تمام. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. كل واحد يا جماعة يقول بسم الله ما شاء الله ويصلي على النبي. بس يا رب يكون واضح الألوان عندكم يا رب. النتاية أغمق شوية من الذكر، يا رب تكون الحكاية دي واضحة للناس اللي ما تعرفش المعلومة دي. شايفين المنظر؟ النتاية ايه بتشحطط بديلها، يبقى كده ايه خلاص رضت بالذكر خلاص. لكن يتبقى ان هم يتزوجوا في اي وقت، مش مستعجلين عليهم يعني، كده ايه خلاص ان هي رضت اهو زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك ويرزق الجميع. طبعا هم في سلاكة واسعة 70 في 80، لسه السلكات دي جاياني يعني غير السلكات اللي كانت عندي اللي هي 60 في 60. وان شاء الله يعني في الفترة اللي جاية نوريكم الجديد كله بإذن الله، من ناحية سلكات ومن ناحية تجهيزات في المكان. حاجات جديدة ان شاء الله بنجهز لها تفيد. ايوه شوف النتاية يا جماعة رضت بالذكر ازاي، ادي اللي احنا اللحظة اللي احنا بنستناها، بتنتظر اهي التزاوج، رضت خالص ورقدت على طول للذكر اهو. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا ده لسه أول لقاء ليهم مع بعض، فمش هنستعجل عليهم، بس كده نجحت التجربة. وطبعا بتقابل ناس كتير قوي قوي المشكلة دي، اللي هو مش عارف يجوز اي ذكر لأي انتايه، يبقى عايز يحدد النوع أو الألوان، وتقابله المشكلة دي. فأحسن حل إن أنت تحطهم قدام بعض كده، بحيث ان هي ما تشوفش الذكر اللي كانت هي برضه تراعي كده ان هي ما تشوفش الذكر اللي هو كان معاها قبل كده. يعني ما تخليش الذكر اللي هو كان معاها قبل كده او اللي هي عايزه تتجوزه ما تخليهاش شايفه، او تشيل الذكر ده من المكان خالص، او تشيلهم هما من المكان. شايفين اهو بسم الله ما شاء الله هي خلاص زايفه خالص وعايزه تتزوج، ربنا يبارك ان شاء الله. طبعا الذكر لسه بيتعرف عليها، لان ده لسه اول مره ان هي ايه ترضى له كده، لكن هي عايزه تتزوج على طول يعني اهو زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. مفيش يا جماعه اسهل من الطريقه دي، اسهل وافضل طريقه تجوز بيها جوز حمام حتى لو هم مش عايزين يتجوزوا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا برضو نور الفلاش وكده، فيمكن الذكر خايف من نور الفلاش بتاع الكاميرا.